مشاهدينا ومشاهدي قناة نايل سينما في كل مكان، بنرحب بحضراتكم، وحشتوني جدا، وبرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السينما مصرية. السينما المصرية سينما رائدة على مستوى العالم، بدأت بالتوازي مع سينما العالم وعلمت العالم حاجات كتيرة جدا. ولما هنتكلم عن السينما النهاردة هنتكلم على عنصر من عناصر الجذب السينمائي، الافيش او البوستر. الحقيقة ان الافيش ده بيدينا يعني دلالات لحاجات كتيرة جدا. مين البطل اللي بيتمحور جوه البوستر ده؟ مين النجوم اللي طالعين الجداد؟ هل الفيلم ده ناجح ولا فاشل؟ هل فيلم اجتماعي ولا كوميدي ولا اكشن؟ هل زمنه بيدور في زمن فات ولا زمن آت؟ كل ده بنعرفه من خلال البوستر او من خلال الافيش. كمان بيدينا دلالة الفيلم ده ناجح ولا لا، يعني الناس بتنجذب للبوستر فبتدخل الفيلم بتتفرج عليه. تفاصيل كتيرة جدا. لما بنتكلم على الافيش السينمائي ظهر بالتوازي مع السينما المصريه، وغالبا كان البوستر او الافيش السينمائي بيتعلق او بيبقى موجود امام دار العرض السينمائيه اللي بتعرض الفيلم السينمائي ده. وكانت مباراه رائعه واكثر من رائعه. مين هو الفنان اللي بيقدر يثبت جداره بالورقه والالوان والاحبار؟ دلوقتي بقت ثوره تكنولوجيه في الافيش. النهاردة هنتكلم عن الافيشات السينمائية في السينما المصرية، ولكن نروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. إن كانت السينما استطاعت أن تبهر العالم منذ نشأتها بنجومها وأضوائها وعوالمها السحرية المثيرة، فإن الأفيش السينمائي هو المبعوث السامي لهذا العالم السحري إلى عشاق الفن السابع. إحدى المقومات الأساسية التي تحدد نجاح أو فشل أفلام السينما، فالأفيش كان وما زال العلاقة الأولى بين المشاهد والعمل السينمائي، فمن خلاله يستطيع أن يتعرف الجمهور على طبيعة أدوار أبطاله، وبواسطته يستوحي المشاهد تميمته الأساسية ومضمونه الدرامي. وقد ارتبط ظهور الأفيش مع بداية انطلاق صناعة السينما، وكان رسم الأفيش في تلك الفترة يعتمد على الورقة والقلم والريشة والألوان، حيث يقوم الرسام برسم أبطال الفيلم وكتابة أسماءهم بصورة فنية تختلف باختلاف نوع الفيلم وتوجهه، وتخضع لعدة معايير تحددها الجهة المنتجة للفيلم، ويتم طبعه بالأبيض والأسود أو بالألوان، إلا أن تلك النوعية كان لا يكتب لها الاستمرار أكثر من أسبوع نظرا لرداءة خامة الورق وتأثرها بالعوامل الجوية، سواء مثل حرارة الشمس الحارقة والأمطار التي كانت تتسبب في تلفها بصفة مستمرة، فيضطر المنتج لتغيير الأفيش ولصق آخر بصورة دورية خلال فترة عرض الفيلم. ومع مرور الزمن انتقلت صناعة الأفيش من إبداعات الريشة إلى ثورة الجرافيك، وأصبح الأفيش صناعة مهمة تبحث عن الجديد بتطور صناعة التصوير والألوان وصولا إلى استخدام تقنيات متنوعة مثل الجرافيك والكمبيوتر. ورغم هذا التطور والسهولة في تنفيذ الأفيش، ما زالت أفيشات أفلام الزمن الجميل محتفظة بقيمتها وجمالها، وأصبحت تعامل باعتبارها لوحات فنية نادرة تقام لها المعارض ويدفع فيها آلاف الجنيهات. مشاهدينا ومشاهدي قناة نايل سينما، ولسه مكملين معاكم المشوار. يمكن يكون بدأنا المشوار بخطوة واحدة، هو التقرير اللي ادانا نبذة أو فكرة عن الأفيش السينمائي. معنا النهاردة ضيوف كرام منورنا النهاردة في نايل سينما في السينما المصرية. معنا رائد من رواد عالم الأفيش السينمائي، له أعمال مميزة وباع طويل جدا. معنا الفنان القدير مرتضى أنيس اللي من أبرز أعماله الباشا، الافوكاتو، الارهابي، مذكرات بنات، التجربه الدنماركيه، وغيرها من الاعمال الرائعه جدا. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا النهارده. اهلا وسهلا. معنا ومعاكم الفنانه هاله جسور
ابنة الفنان جسور، أحد رواد عالم الأفيش السينمائي واللي بدأ مع بدايات السينما المصرية. والحقيقة إن هنفتكر أغلب أعمال فاتن حمامة وفيروز، الأفيشات المميزة جدا، وطبعا أغلب أفلام نادية الجندي، البطنية، وكالة البلح، وخمسة باب، وغيرها من الأعمال. وطبعا عدد من أفلام الفنان والزعيم عادل إمام، عدد يعني لا بأس به، عدد كبير كمان. أهلا بحضرتك، منورانا. ومعانا فنانة مميزة في عالم تصميم الأفيش السينمائي، أستاذة رباب إبراهيم. ليها أعمال كتيرة جدا مميزة، وممكن نقول أغلب الأعمال الحديثة هي اللي قامت بيها، زي كف القمر، عندنا كلمني شكرا، المش مهندس حسن، وألف مبروك، وكمان أفيشات المسلسلات المختلفة زي البطنية وذات وغيرها من المسلسلات الكتيرة جدا. برحب بيكي، منورانا. طبعا في البداية احنا هنتكلم دلوقتي، لازم نعرف السادة المشاهدين الأفيش. احنا كلنا بنشوف الأفيش في الشارع أستاذ مرتضى، وبيجذب انتباهنا بشكل كبير جدا، لكن الأفيش بداياته بدأت فعلا مع بدايات السينما؟ لا، هو دلوقتي الافيش للاسف ما يعني ولا تعرفي تقري اسم الفيلم دلوقتي ولا تعرفي الفيلم ده. يعني انا ما كنت مثلا بصمم الافيش، انا بحاول بقدر الامكان ان انا اشد الجمهور على باب الشباك التذاكر على قد ما بقدر. بيشتغل اول اسبوع، اذا ما اشتغلش بعد كده يبقى العيب من القصه او المخرج او الفيلم نفسه. طبعا كنت لازم اشوف نسخه العمل، كنت لازم بقعد اصمم الافيش، بقعد لي اسبوعين عشان اطلع فكره. دلوقتي بطلعوها في 5 دقائق. فالمساله يعني اختلفت تماما يعني. وبعدين كنا بنرسمه بايدينا، يعني كانت طلبه فنون جميله، كان الاستاذ الدكتور بياخدهم يتفرجوا على افيشات الاستاذ جسور والاستاذ عبد العزيز والاستاذ انور وافيشاتي، عشان يقولوا لهم بصوا دول بيعملوا ازاي بالمساحات الكبيره. كانوا يعني كنا نفتخر ان تلامذه الفنون جميله كانت بتيجي بتعمل رحله عشان يتفرجوا على شغل الفنان اللي رسم الحاجات. طب استاذ مرتضى، حضرتك لما بدات ترسم كانت بالاحبار وبالالوان وبالاوراق، وبالفعل كان البوستر بيقعد بس او الافيش بيقعد اسبوع واحد وبيحتاج ان هو يعاد مره اخرى، ولا حضرتك عديت؟ لا، ما خلاص هو بيبقى مثلا اسبوع 2 حسب ما يصمد يعني. داخلي كده وبيتشال. لكن في افلام بتقعد يعني مش انا اللي عامله. خلي بالك من زوزو، ما قعد فترات طويله قوي حسب ظروفه بقى، حسب المناخ وحسب يعني لكن انا دلوقتي انا ولا شايف سينما ولا افيش نظره يعني تفاؤليه بحته. على فكره طالما لو ما فيش فيلم مش هيطلع من وراه افيش. صح. ما فيش دراما، هي ازمه سينما. الفيلم نفسه اصلا مش كويس، مش هتعرف تطلع منه اي فكره كويسه. لا معلش، انا مش معاكي. مش معاكي. انا اشتغلت في افلام اللي كانوا بيسموها المقاولات. كنت بعمل افلام المقاولات باهتمام زي اي فيلم كبير. ويمكن شافت الحاجات دي من وليد. افلام المقاولات في الزمن ده يعني حاجه محترمه جدا عن المقاولات اللي في الزمن بتاعنا احنا. يعني لا، يعني هي بصي، اي حاجه تتعمل لازم تتعمل بدقه وبس. ماليش دعوه بقى الفيلم صغير فيلم كبير. يعني مثلا كان يجي له فيلم اسمه ابو خطوه، كنت بعمله حضرتك بتقرا السيناريو وبشوف اكني بعمل فيلم كبير. بس طبعا التغيير اللي حصل لي من سببه طبعا الاستاذ رأفت الميهي يعني. لان جالي فيلم وقال لي انا عايز حاجه جديده خالص، فكره جديده خالص. كان بدايتها الساده الرجال. ده بدايه استحداث الافيش بقى بصورته. ده بدايه التجديد اللي انا فكرت فيه، اللي هو ايد حريمي ماسكه محمود عبد العزيز كده. ده خدت فيه جايزه. فبعد كده بدات اللعبه مع الكبار، اسرار البنات، التجربه الدنماركيه. اما طلع الكمبيوتر انا كنت خلاص بدات بفكر اعتزل بقى، لان بداوا شويه مع احترامي ليهم ويشتغلوا، الناس كلها تشتغل، ما عنديش مانع، بس تشتغل يشوفوا اللي قبلهم عملوا ايه. اصل ما ينفعش، لازم يكون لك يعني في مثل اعلى عندك طبعا. لكن انت بقى خلاص طلعت في تك 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 طلع
خلاص بقى ثانيه ما ياخدش هو ده. اتفرج على القديم واتفرج كانوا بنعمل ايه. طبعا. انا يعني مش بهاجمهم، انا عايزهم يبقوا كويسين طبعا عشان حضرتك اسست صح. لان بالظبط. اما حصل بقى الكمبيوتر قلت لا، ده انا عايز اخد عشان اعلم الناس دي اللي بتشتغل كمبيوتر ان انا ممكن اخد جايزه بالكمبيوتر برضو. الله. عملت اسرار البيانات خدت في جايزه، والتجربه الدنماركيه برضو اما خدت في جايزه، لانها الكمبيوتر ما بيشتغلش لوحده. طبعا انت اللي بتديله الفكره وهو بينفذها لك. طب استاذه هاله، حضرتك ابنه فنان قدير في عالم تصميم الافيشات، ولما بنتكلم عن افلام فيروز، اغلب افلام فاتن حمامه، على طول جسور بيتصدر القائمه وبيتصدر الصوره في هذه الافلام. خلينا نرجع مع ذكرياتك مع الفنان جسور، آلياته في العمل. هل مثلا كان في فرم ثابته للبوستر او للافيش السينمائي؟ هل في مساحات معينه؟ يعني مثلا كان في مساحه معينه بيضطروا يحطوا الافيش بناء عليها، ولا كل مكان كان له مساحته بتصميمه بالفورم بتاعه؟ كان الوضع ايه؟ الافيش هو عباره عن 1 فوليو 24 فوليو، والكرتونه اللي بتتحط في السينما الواحد فوليو هو 70%. ال 24 فوليو هو عباره عن 24 واحد اللي هو المتر في 70 دوت، بيتجمعوا ليهم وي معينه بنجمعهم جنب بعضيهم عشان يدينا البوستر الكبير. فهو ده الافيشات هي ستاندر ما فيهاش من زمان لغايه دلوقتي. لا من زمان كان في قبل الواحد فوليو، يعني الواحد فوليو دوت لما ابتدوا يطوروا في المكن والحاجات ديت كان قبله الثلاثه فوليو، كان ثلاثه اللي هو 70% جنب بعضيهم. وابتدت الستاندر دوت اغلبيه السينمات لغايه النهارده ماشيه عليه. كمدارس انا والدي ليه مدرسه شويه فيها تكنيكال، يعني ما لازم لما تشوفي الافيش في الشارع تعرفي ان ده جسور، بتفرقيه افيشه عن اي افيش تاني، لان هو كان من الناس اللي بتاخد بالها من الديتيلز الصغيره قوي. مش مجرد ان هو بيرسم وشه وخلاص، مش مجرد ان هو بيرسم فكره وخلاص، كان بياخد باله من ادق التفاصيل. لو في تجعيده صغيره هنا هو كانت بتتعمل، فكان فيها روح معينه، فكانت اغلبيه الناس لما بتشوفه كانوا بيعرفوا ان ده لا دي ايد جسور مش ايد حد تاني. ده بالنسبه للمدرسه اللي هو كان بيشتغل عليها. السؤال اللي هو كان بعد كده هو التطور. التطور زي ما اي حاجه بتتطور في الدنيا، هي تطورت سنه في سنه. هو ابتدى عمل في فيلم من الافلام انا بتذكرها كويس قوي، دائره الانتقام. عملها اترسم الافيش بالنقط، بقلم رابيدو نقط، يعني دي برضه كانت حاجه غريبه جدا في الافيش. كان دايما بيحاول يطور، يعني ما يثبتش عن حاجه واحده، في نفس الوقت الروح ما بتطلعش، يعني رغم التطور ورغم الحاجات اللي بيحاول يدخلها التكنولوجيا، بس كانت روح الافيش بتفضل روح جسور. يعني زمان كانت الفنيه كانت عاليه جدا، يعني كانوا بيعملوا لفكره الرسم، وقبل بقى التكنيكال او الاساليب التكنولوجيه والتقدم التكنولوجي وما الى ذلك. فزي ما حضرتك قلتي التفاصيل، الرسم، قراءه السيناريو، بيهتموا بادق التفاصيل، عشان كده البوستر او الافيش بيطلع ناطق او حقيقي. طيب استاذه رباب، دلوقتي دخلنا بقى في قسم التكنولوجي وفي طفره كبيره جدا، وانت ليكي بقى في تصميم الافيش، وكمان كنت من اوائل الناس اللي عملت تصميمات لافيش المسلسلات. خلينا نبدا بفكره ان زمان كان فكره البطل الواحد الاوحد هو اللي بيتصدر الافيش، وبقيمه النجم بياخد زاويته، بياخد قيمته، بيبقى موجود في الوسط حسب كما يترأى لمصممي الافيش. دلوقتي هل الوضع اختلف؟ وانت شايفه ده ازاي وده ازاي؟ تقييمك للاثنين. طب بس قبل ما اجاوبك بس عايزه اقول حاجه، ان احنا هم اساتذتنا، احنا ولا حاجه من غيرهم، احنا من غيرهم نعتبر ملناش اي تاريخ. طبعا. واي شيء احنا طالعين حتى لو بتعمليه بادوات تكنولوجيا وبتاع، انت اصلا متعلمه في الاساس منهم. يعني لو ما كنتيش شفتي حاجه قدام عينيكي ما كنتيش هتعرفي تعملي اي حاجه. صح. طبعا هرجع لسؤالك. طبعا الدنيا اختلفت جدا. الاول كان في بطل او بطله على الافيش، دلوقتي انت بتضطري تعملي كذا شكل، واحد ثابت فردي او البطل والبطله، وواحد جماعي. الجماعي ده اللي بيبقى كارثه بقى، انت ما بتبقيش بتعملي افيش، انت بتوصلي لمرحله كانك بتعملي غلاف مجله. لان لو حد عدى على الكاميرا كده بنجامل كل الناس، المنتج عايز يجامله، لا لازم يطلع، مش عارفه مين كان ماشي كده، فالمخرج لا دي لازم تتحط.
ففي النهايه بيطلع الى عارفه صور البطاقه اللي جنب بعض كده او كولاج انا دي بكرهها. دي اكتر حاجه بكرهها. طب ده بيأثر على فنك نفسه يعني؟ بيأثر على فنية انا كان من في افيش عندي، كان عندي خناقه مع المنتج لانه مصر انه عايز يجامل فنانه على حساب فنانه، فهو عايز يحط بطريقه معينه وان ده يبقى اكبر من ده، فانت خلاص اخليتي بالتكوين اللي انت عاملاه. فغير ده الناس، انا عندي مشكله الناس في ناس كتير فاهمه التكنولوجيا غلط. ما توصلش لدرجه الاقي حد جايب لي صوره على الواتساب ويقول لي حطي لي دي. فعلا فاهمه الناس فاهمه الموضوع غلط. يعني الفوتوشوب مش كده يا جماعه، يعني خلاص انا بقعد اتريق اقول لهم يا جماعه بتتعاملوا مع صنايع فوتوشوب مش كده. طيب على ذكر الفوتوشوب، يعني احنا ناس كتيره جدا تعرف الفوتوشوب يعني انتشر انتشار النار في الهشيم دلوقتي، وكثر الحديث عنه بعد ثوره 30 يونيو، وقالوا ان كل الصور دي كانت فوتوشوب وما الى ذلك، والاعداد والجماهير والتجمهر ده. عرفنا بس الساده المشاهدين الغير متخصصين ايه هو الفوتوشوب. ثانيه واحده بس، اللي حضرتك بتقولي عليه ده اللي كانوا بيقولوه على الكاميرات السينما او الحاجات دي، في تكنيكال حاجات كده بس بره، ما اعتقدش ده مش موجوده وبتاخد وقت كبير عشان تزودي عدد الناس. دي سكه ثانيه خالص. احنا بالنسبه لنا الافيش هم كانوا بيرسموا. انت عندك بيتعمل بطريقتين، اما ان المنتج بيجيب لك صور الالبومات وبتسلكيها بتفرغيها وهي دي اللي بتشتغلي منها، ودي طبعا مش حلوه لان بتشتغلي باضاءه التصوير الكاميرات العاديه، وده ما بيبقاش يعني الفوتوغرافيا اللي بيصور بتاخديها تعملي منها البوستر. الالبومات ده كان في ناس بتتعامل بالطريقه دي، في ناس بتبقى بتهتم بالافيش وعايزه تصرف عليه، فبتتفقي ان انت هتعملي ستيشن تصوير عند مصور باضاءات، وبتبقي عامله الفكره وعارفه هتوقفي الناس ازاي وهيبقوا هتركبيها ازاي مع بعض. ده حاجه تانية، وده الحاجه اللي انا بفضلها، لان انت بتتحكمي في الاضاءه وعارفه وقفه كل واحد، مش زي ما الناس متخيله ان تجيبي راس واحد تركبيه على واحد تاني واقف. ده اصله لازق، يعني حاجه تشويه ما بحبوش. هي دلوقتي كمان منتشره في المواقع الالكترونيه الخبريه يعني، او الاخباريه ده اللي بتحطي راس مين على مين وبتقلبي الوقائع تماما جمله وتفصيلا يعني. استاذ مرتضى، زمان كان في كده بصمه لحضراتكم على الافيش، بمعنى ان لما بتخلص الافيش وبتعمل الفينشنج بتاعه بتروح ماضي اسمك، فكان بيبقى في شهره لفنان الافيش زي ما هو الفنان او النجم او المخرج او كاتب السيناريو عنده هذه الشهرة. دلوقتي لا، بيتكتب اسماء فناني ومصممي الافيش على التتر، وممكن ما بتبقاش واضحه قوي لو المنتج مش حابب مصممه او مصمم الافيش. هل ده كان بيعلي من قيمه فنان الافيش زمان عن دلوقتي؟ والله يعني هقول لحضرتك، نبدا من استاذ جسور واستاذ عبد العزيز وانور وعلي وانا في اخر جيل يعني. كنا رسامين تقال. ايوه ناس بترسم تشوف الشغل الجبار. دلوقتي يعني سوري انا مش لا ممكن اقطعك في حاجه. هم كمان كنت تشوفي حاجتهم تعرفي ده شغل مين. أيوة. دلوقتي لازم تبصي اسم الشركه بتاعت مين على الافيش، اسم الشركه مش الفنان. كمان الشركه يعني واخدين مدرسه لوحدهم. بورتريه تقال. انا ما اعتزلت اشتغلت دلوقتي انا رسام بورتريه، رسام بورتريه معروف طبعا، وبرسم لكبار الشخصيات. فده اللي علمني، كانوا رسامين تقال. سيبك بقى من دلوقتي ممكن اي ولد يعني صغير او حد يعمل. وبعدين انا اتكلم براحتك، اعتبرني مش موجوده اللي انت عايز تقوله. هي بتعلي من قيمه ابدا. والله ما بهاجمك. شوف الشغل بتاع الاستاذ جسور والاستاذ ايوه، بس انور. هو يعني عشان بس اللي حاصل، هي الشغل بتاع الاستاذه غير انا فاهم نوعيه الشغل اللي خالص يعني هي بتصور. حضرتك بتاخدي دلوقتي الممثل بشوفه بيصوروا باشكال معينه، اللي واقف عامل كده واللي واقف عامل كده واللي قاعد واللي نايم واللي بتاع، وبيبقى افيش. انا كنت ضد ده تماما. اقول لك ليه. انا عملتها مره واحده بس. جالي افيش بتاع اثار بنات. فالبطل مين؟ 2 شبان، ولد وبنت، ما كانوش معروفين وقتها، ما كانوش معروفين خالص. والمخرج مجدي احمد علي قال لي في عزت ابو عوف ودلال عبد العزيز.
قلت له مع احترامي ليهم نجوم وكبار وكل بس حاجه انت هتبيع فيهم. بدول القصه بتاعت على دول. انا هاخد الاثنين الشباب دول، وده حقيقي القصه كلها بتدور حواليهم عشان مصلحتك انت. ماشي. الوحيد اللي صورتهم لان ما لقيتش الشكل اللي انا عايزه في الالبوم، البوزيشن بتاعهم اللي انا هعمله في الالبوم. انا ضد التصوير بره، بس ده انا عملته. انت ما تشوف الافيش بتاع اسرار البنات لو انه خد جايزه، لكن مش ريحه الفيلم. شوف بقى، مش من ريحه الفيلم. شوف انا اللي عم بقول لك مش ريحه الفيلم، لكن لما تاخدي من الالبوم وانت اللي بتضيفي بالباليته بتاعتك الالوان بقى والشغل ده اللي هو بيديك طابع الفيلم. يعني اللي انا شفته هو ده نعم الباليته بتاعتك. الباليته. ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ هل صدفك مره مثلا عملت افيش فطلع حلو قوي، فتلاقي الناس بتلومك ان الفيلم مش حلو، فيلم وحش، وانهم دخلوا عشان كانوا فاكرينه حلو زي الافيش؟ ما حصل على فكره يا بنات بتحصل مره شتمت بسبب حاجه كده. حصل كتير. حصل. بقول لهم انا عملته عشان ندخل لكم الناس اسبوع، والله انتوا العيب فيكم انتوا. لا، وانا افتكر بردك بمناسبه اللي انت بتقوليه دوت ان في فيلم انا كان والدي عامله. هتقولي لنا اسمه؟ الفيلم دوت هقول اسمه لان هو خلاص خلص طبعا فيلم السينما فعادي دلوقتي، ما هوش لسه موجود. كان السجينتان، كانت الهام شاهين وسماح انور. الافيش عباره عن زنزانه، يعني الشباك بتاع الزنزانه وهما الاثنين واقفين. الفيلم كفيلم مالناش دعوه ايه الاخبار، بس من الافيش بتاع الفيلم كسر الدنيا. الفيلم اشتغل فتره طويله، فهو الافيش لا مهم. يعني اللي يقول ان الافيش طب انت مع انه ياخد من روح الفيلم ولا ما يبقى جذاب علشان يجذب المشاهدين ويبقى بعيد شويه عن لا انا من عشان انا بتبع المدرسه بتاعت جسور، فانا بقول ان الافيش السينمائي ما دلش على روح الفيلم نفسه يبقى ملوش لازمه. معلش انا يعني لازم اقول يعني اخش والاقي ريحته جوه بالظبط. لكن انت بتشوفي افيش، بتخشي على الافيش ده دلوقتي انت ما بتلاقيش اي حاجه كوميدي، حاجه مختلفه. وعلى فكره مش الافيش بس والتريلر كمان دلوقتي بتلاقي التريلر او الاعلان بتاع الفيلم اللي هو البرومو اللي بيعرض في التلفزيونات مختلف تماما عن الفيلم. يعني لعبه مع الكبار. انا عملت ايه؟ خليت عادل امام بالشيشه قاعد في الايد الكف بس. وفكره حضرتك فكرت بره الصندوق، يعني برضو فكره ممكن من روح الفيلم بس مختلف. اللعبه مع الكبار دول. تمام. طيب الساده الرجال. الباشا الباشا لما رحت للمنتج اداني البومات وانا قاعد انا صممت الافيش من الفكره جاتك البومز. خدت صوره احمد زكي بس اللي هو كان قاعد يشرب حمص. هو صوره احمد زكي تديك ايحاء بكل الافكار اللي في الدنيا. لا رحت جايب مصور محترف، صورت بانوراما مصر بالاضاءه والبتاع، لان هو اصلا ضابط يعني بتاع الحاجات الوحشه دي. المهم ايوه استاذ مرتضى اتفضل. بس فقاعد وبيشرب قدامه مصر، يعني ما فيش فايده ومش عارف يعمل حاجه. وكان في محمود حميده صديقي وجه العرض الخاص والله ما اتكلم ان ما فيش ليه حاجه عشان فنان محترم. صحيح. فناس طيب اسمحوا لنا دلوقتي ان احنا نخرج لفاصل صغير جدا. يعني مشاهدينا فاصل قصير جدا ونعود اللقاء بكم مره ثانيه. احنا بس يعني فتحنا للموضوع واتكلمنا عن البدايات واتكلمنا عن الارهاصات الاولى لفن الافيش السينمائي باعتباره ان هو كان موازي مع ظهور السينما والافلام السينمائيه. بعد الفاصل هنتوقف قليلا عند فكره الاقتباس وهنتكلم يعني ازاي ان الافيش بيقتبس من افيشات تانية ممكن تكون اجنبيه عالميه حققت نجاحات كبيره جدا وبنقتبسها. هل ده نوع من انواع الاستسهال؟ هل ده توارد خواطر؟ ممكن يبقى توارد خواطر. هل ده نوع من انواع السرقه ولا ده اعمال عقل المنتج في البوستر القادم؟ مشاهدينا هستناكم بعد الفاصل، خليكم معانا وعلى شاشتنا والسينما المصريه.
مشاهدينا لسه مكملين معاكم مشوارنا، ولسه بنتكلم عن الافيش السينمائي باعتباره عنصر جاذب جدا من عناصر العمل السينمائي، هو اللي بيخلينا ندخل الفيلم وبيخلينا اكتر ان احنا يعني نبقى متشوقين ان احنا نتفرج على فيلم دون غيره. الحقيقه فكره الاقتباس قد يرى البعض ان هي ظهرت في الاونه الاخيره، الكام سنه الاخيره، خاصه مع الدعايات والضجه الاعلاميه الرهيبه اللي صاحبت عدد من الافلام يعني ظهور افيش يكاد يكون هو افيش لفيلم اجنبي مشهور جدا. ولكن لو بصينا لفكره الاقتباس هنلاقيها موجوده من زمان. يعني لو رجعنا لعام 1969 وتحديدا فيلم لكمال الشيخ، فيلم هروب بئر الحرمان، هنجد ان هو متاخد من فيلم اجنبي هو هروب من القدر، واللي انتج عام 1967. كمان عندنا فيلم حواء والقرد لنيازي مصطفى مأخوذ من فيلم اخر اللي هو مليون سنه قبل الميلاد. ويعني عدوا بشكل كبير جدا عدد من الافلام، منها برضو فيلم امير الظلام للزعيم عادل امام واخراج رامي امام مأخوذ من فيلم فرانسيس فورد كوبولا جاد فاذر الجزء الثالث. يمكن يكون في الاونه الاخيره ركزنا شويه الضوء على مساله البوستر او الافيش، وفي الازمه الاخيره لفيلم حلاوه روح من انتاج السكيه، الفيلم ده كان شبيه جدا جدا للبوستر الخاص بفيلم مالينا لمونيكا بيلوتشي، واللي قال البعض وكثر الحديث ان الفيلم ده برضو كله جمله وتفصيلا مقتبس عن فيلم مالينا وتفاصيل كتيره جدا. هنتوقف عند فكره الاقتباس، وهل مقبول ان احنا نقتبس عن افيشات سينمائيه عالميه حققت رواج وحققت نجاح كبير جدا ولا لا؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي في لقائنا بحضراتكم ولقائنا بضيوفنا. برحب بيكم مره ثانيه. استاذ مرتضى، البدايات كده، يعني حضرتك كنت بتعمل عقلك وفي فنيه عاليه جدا وفي اداء رهيب جدا من حضرتك وفي امضاء كمان لاسمك. امضاء الفنان على لوحه من ابداعه دي حاجه اكتر من رائعه. هل بترى ان النوع من انواع الاقتباس اللي البعض بيسميها تورط خاطر ده كسل ولا سرقه ولا تورط خاطر؟ انت شايفها ازاي بصراحه شديده؟ لا، هو طبعا انا فاكر الفيلم بتاع سعاد حسني اللي هو بئر الحرمان. بئر الحرمان حضرتك تقصد؟ لكمال الشيخ. وكان الاستاذ عبد العزيز، ده كان بتاع الاستاذ عبد العزيز واتهاجم ساعتها يعني. هو طب ده الاستاذ عبد العزيز ده قامه من مصممين ده كان يعني راجل عظيم جدا. طب التشابه ده جه منين؟ هو لقى التمثال اللي عامل كده ده فظهر عمله، لكن هو ده الوحيد اللي بصراحه طب حضرتك بترى ان هو نوع من انواع توارد الخواطر ولا اقتباس؟ لا 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 لا، منقول صراحه كده. احنا نقول اللي لينا واللي علينا. لا، انا بقول لك ده استاذي. وانا منقول. بس هو دلوقتي كترت قوي. وبعدين هقول لك على حاجه، اللي بيشتغلوا دلوقتي في الافيشات دلوقتي الشباب اللي هم الشباب دول برضو هم ظلموا. لان احنا عشان اطلع راجل بتاع افيش وصح وبرسم، قعدت حوالي 10 سنين عند الاستاذ عبد العزيز عشان اعرف مش عشان اشتغل، عشان اعرف. فدلوقتي تتعلم يعني البدايات والمبادئ. شفت الاستاذ رمسيس نجيب، شفت حلم رفله، شفت الناس التقال اللي هم اشتغلوا وبعدين اشتغلت بقى مع الناس برضو اللي هم هشام عزب والناس الدغيدي ونور الشريف الناس بقى يعني بتقدر. فدول برضو معذورين. مفيش يعني للاسف مفيش منتجين اللي هم منتجين بيحبوا السينما. استاذ مرتضى، على ذكر حضرتك لكلمه منتجين، يعني للاسف الشديد في الاونه الاخيره احنا بنحمل كل ويلات ومأساوات السينما للمنتجين، لان دلوقتي المخرج والسيناريست من المفترض ان هو بيحط افكاره على الورق، صح يا رباب، وبيديها لفنان الافيش ومصمم الافيش ويقول له اعمل ده. دلوقتي المنتج هو اللي بيعمل. دلوقتي على الافيش. انا مش بتكلم على اللي بيعمل الافيش للمنتج. يعني انت فاهمه؟ فاهمه حضرتك. المنتج التقيل بيساعد بتاع الافيش طبعا لانه فاهم. ما هو احنا بقى ده بينقلنا استاذه هاله، ده السؤال بقى اللي عايزه اساله لك. هو قبل ما تساليني السؤال يعني تعليق طبعا على اللي انتوا بتقولوه على موضوع الاقتباس دوت.
بردك بحكم اللي انا يعني كنت حاضره الحياه اللي قبل الاستاذ مرتضى ما يخش هو مش موضوع ان هي سرقه، هي الوقت دوت كانت صناعه السينما قليله، انت بتتكلمي عن سينما عالميه. كانت الافكار هو كانوا بيشوفوا مثلا، يعني انا ما بدافعش عن الاستاذ عبد العزيز، انا ما اعرفوش شخصيا يعني ما اتقابلتش بيه، بس انا بقول كان في فكره كويسه لما جه مثلا اتعرض عليه الفيلم، لما شاف الافيش الثاني حس ان هو ده روح الافيش المفروض تتعمل. فهي ده الموضوع، مش كلها السرقه هو انك انت تاخدي وما تعترفيش بالظبط كده. هم كانوا بيقولوا ان هو مثلا احنا عجبتنا فكره فيلم معين حسيناها في الفيلم اللي احنا بنشتغله ده، فاخدوا مثلا الروح العامه وعملوا الافيش. فهي وخاصة ما كانش زمان، ما فيش عصر سماوات مفتوحة، ما فيش انترنت، ما فيش حاجة. لا توصلي دلوقتي لما بتعمل اقتباس بيطلعوا حاجة مشوهة، تلاقي الافيش الاصلي احلى بكتير من اللي معمول هنا. لا هما دلوقتي بيعملوا كروب، يعني مثلا في حلاوة روح عمل كروب، يعني هي يعني دلوقتي مونيكا بيلوتشي قاعده يمين، هو مقعدها شمال، عمل كروب بالظبط كده. فهي دي الموضوع في الموضوع الاقتباس. يعني انا عملت مع نادية الجندي افلام كتير. طب نادية الجندي انا بعتبرها منتجه جامده. يعني انت لما تشوفي افلام نادية الجندي دلوقتي تقولي الست لا ده يا دوبك انا اعمل، انا عارفه بتوصل لكام فكره؟ 10 افكار 8 افكار، وتقول لي اوكي، اروح تتصل بيا لا ايه رايك نعمل كذا. يعني هي اللي بتدي لحضرتك الافكار بتاعه الافيش ولا يعني بعد ما اعمل معاه في افكاره تقول لي حلوه قوي، تروح تنام تحلم بحاجه ثانيه تقومني، افضل معاها وبتدوخني، لكن لقيتها في الاخر لا منتجه جامده. طب يعني على ذكر حضرتك، الفنانه القديره نادية الجندي دايما كانوا يسموها نجمه الجماهير، ودايما هي كانت افلامها دايما بتاخد صوره المراه القويه، وده اعتقد كان باين في البوستر او في الافيش. هل نادية الجندي باعتبارها منتجه افلامها كانت بتطلب من حضرتك ان تبروزها اكتر في الافيش، ولا الفكره هي اللي بتبقى البطل؟ لا كانت بتتدخل، كانت بتتدخل لصالح العمل كله مش ليها هي شخصيا. لا مش ليها هي بس برضه كان ليها جزء ليها يعني. لكن في الاخر ما بتسيبنيش خالص، خلصت لكن ما بتسيبنيش. انا يعني مع رايي كده ما اعرفش غلط ولا صح، انا بعتبرها بعد اسيا في المنتجين. لا فعلا هي هايله. طيب رباب، كلمينا بقى عن فكره الافيش المنقول حرفا وتفصيلا. هل دي عقده خواجه؟ يعني احنا لا مش عقده خواجه، ده فلس فكري. ما عندكيش افكار تعمليها فبياخدها كوبي. انا بالنسبه لي الافيش، يعني في جمله اتعلمتها من استاذ محمود قاسم، قال لك الحب من اول نظره، شفتيه في الشارع اتعلقتي بيه هتدخلي الفيلم. صح، ده حقيقي. شفتيه عينك حاسه ان حاجه شافتها قبل كده، تحسي انك لابسه نظاره مش هتخشيه، فخلاص. الفكره نفسها ان عايز تنقل الافيش، طب على الاقل يعني عدل شويه، بس اعترف برضو انك ده منقول، ما تقولش ان انت عملت فكره. يعني افيش امير الظلام اثار ضجه كبيره جدا وقتها، يعني لدرجه ان الزعيم عادل امام كان هيرفع دعوى قضائيه، وحرك بالفعل دعوى قضائيه ضد مصمم الافيش. فكان الرد ان دي تورط خواطر. الى اي مدى ممكن يجي لك تورط؟ لا مش لدرجه الكوبي بالظبط، مش كوبي بيست يعني. مش لتورط افكار، مش للدرجه دي يعني، مش بنفس القعده ونفس العربيه لو واقفه في الافيش، لا ده كتير. لو بعدين انت بتتكلمي عن فيلم مشهور جدا، انت مجموعه بصفه عامه مش على امير الظلام. يعني لا يعني فيلم ناس كتيره هتلاقيها شايفينه، ناس كتيره بتحب الباتشينو، ناس كتيره بتحب مارلون براندو، فانت متشاف، مش فيلم مثلا اوروبي او هندي مش معروف قوي. ما هو ده يبين لك الخيبه اكتر، ان هو مش واحد حتى مش متعمق مش متعمق في الافيشات بره، فبيدور، لا ده بيلاقي حاجه على الوش كده بياخدها عجبته وينقل منها، فبتبقى الفضيحه جامده يعني. طيب استاذ مرتضى، ساعات كده بنقول ان في قضيه كونيه، او بما اننا نرجع لفكره مارشال ماكلوهان جلوبال فيليج، وكلنا في قريه كونيه، واللي بيحصل هنا هيأثر هنا. طيب لما نلاقي فكره حلوه وفيلم حلو والافيش حقق نجاح كبير جدا في مكانه، فاحنا عايزين نستفيد من التجربه دي او من التجربه السينمائيه دي، لاي مدى ممكن استعين بالاقتباس بشكل في اطره الشرعيه؟ اعمل ايه؟ دي قصه كبيره قوي. ارجوك بقى يلا دي لا يعني دي عايزه يقام معهد لدراسه الافيش. تمام، حلوه قوي.
يتعمل معهد لدراسه الافيش. والله العظيم انا بقالي 3 ايام عايز اقرا فيلم، اسم الفيلم مش عارفه، الاولاني عارفه، الثاني مش عارفه ايه فيه، مش قادر افسره يعني. خالص بالعربي مش عارف افسره. لازم يا جماعه وانت راكب الاتوبيس اشوف الافيش واقرا اسمه. يعني يعلق كمان في ذهني وفي عيني، يسرق عيني. اسمه لازم يبقى في حاجه تروح خلاك عملت كده. دلوقتي ناس مش هقلبه والاسم بطريقه غريبه يعني. معلش حضرتك مستاء جدا على فكره من الافيشات لان دي انا عمري ما كنت اتصور ان انا اعتزل. لان كنت بحب السينما بشكل غير طبيعي. يعني مجنون سينما. لقيت الدنيا هتبوظ بقى. لا احترم نفسي واعتزل احسن، وانا في الحمد لله كنت في القمه يعني. نعم. وحضرتك ما زلت في القمه على فكره، وزي ما استاذه رباب قالت واستاذه هاله، يعني فنان جسور، وحضرتك واستاذ عبد العزيز يعني بينهلوا من معرفتكم ومن فيضكم وبيتعلموا منكم باستمرار. استاذه هاله، خلينا بقى نتكلم عن فكره، هاخد من كلام استاذ مرتضى ان ممكن والواحد ماشي في عربيته او في اتوبيس او ما الى ذلك بيبص مش عارف يقرا الكلام. الى اي مدى فنان ومصمم الافيش ممكن يفكر بره الصندوق؟ يعني اعمل حاجه بره المنطق او حاجه مختلفه محدش سبقني ليها، تجذب العين وفي نفس الوقت تبقى جوه سياق الفيلم. طيب هو ده حدودك ايه؟ ده كان كله بيحصل قبل كده هوت يعني. انت بتتكلمي على حاجه انت عايزه تتعمل دلوقتي، وهي اتعملت مثلا من 30 سنه. من 30 سنه انت كنت بتبقي ماشيه في الشارع في حاجه بتلفت النظر اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها. كان في سيستم، كان في قواعد ثابته بيتعمل عليها الافيش. لون الاسم الفيلم ايه؟ علشان وانت ماشيه سايقه عربيتك، راكبه تاكسي، في اتوبيس او اي حاجه، ايه اللي يلفت النظر؟ فكان في الوان معينه هي دي اللي لازم يتكتب بيها اسم الافيش. اللي هي ايه بقى الالوان دي؟ يعني في الوقت اللي هو اللي انا بكلمك فيه كانت الاحمر، كان اكتر حاجه الاحمر اللي بياخد العين. كان الاسود برضو ولا لا؟ الاسود لا، كان دايما تلاقي اسم البطل او اسم البطله بالاسم الافيش كان لازم يبقى لون مميز، احمر ناري، اصفر على برتقاني. كان في الوان معينه هي اللي العين بيتشد لها حاجه بتبقى غصب عنك غير الطبيعي. ففي قواعد، القواعد دي النهارده ما بيتقيدوش. انا معلش انا بشوف افيش النهارده من غير اسم. يعني بيبقى افيش لا عشان بيبقى في مشاكل عليه بالزبط. اسمائهم مين البطل الاول؟ لا زمان طب ما هو كانوا ابطال في الافلام. يعني لو احنا بنتكلم على، ما كانش عندهم ازمه دلوقتي. لا احنا لو بنتكلم على مدام ناديه مثلا، كانت نجمه الجماهير، كان معروف ان اسمها بيتحط بحجم معين ببونت معين. ده في معناه ان هي الابطال اللي معاها ما كانتش بتحطها، لا كانت بتحطها بنفس الحجم بس يعني تحت شويه، والتناسب اقل، فوق شويه. لما تيجي تقريها هتلاقي ان اسم الابطال اللي معاها ممكن تلاقي ان ده اول واحد انت اسمه بتقريه، وهي الثاني واحده الاسم اللي على الشمال هو اول اسم تقريه. كان في قواعد معينه بتتعمل ان ما حدش يزعل ان الاسامي بتتقري كلها كله في نجوميه واحده. كان في حاجات بتتعمل اساسيه، الحاجات دي دلوقتي ما حدش اصلا بيفكر فيها يعني. طيب دلوقتي الموضوع عكس ده تماما. مفيش ابطال اسمائها بتتكتب نهائي للابطال خالص. اللي بيتكتب المونتير، مكساج، تصوير، ديكور، ستايلست، ده كل دي خلافات ما وراء الكاميرا يعني. اما بيحصل مشكله انت وانت بتعملي بيجيلك مشكله ان ممكن يبقى البطل واقف كده والبطله سنه كده، ده بيحصل عليه خلافات. لا انا لازم اكون متساويه زيه. اوكي، وهي النسبه ما بينهم قليله. فكمان بقى اما تيجي تحطي اسماء، يعني بقول لهم يا جماعه انا ما بكتبش تتر فيلم، ماليش علاقه بالموضوع ده. طيب يعني معنى كده ان بقى النجوم والنجمات بيتدخلوا بشكل صريح وبشكل سافر في الافيش، وده اثر كمان عليه. ده بيرجع، بصي انا قالب بحاجه اتعلمتها، ان الافيش ده هو المنتج المسؤول عنه، لان هو ده اللي بيبيع بيه. لو يعني في مخرجين شاطرين اوكي وعلى عيني وراسي في ده، دول زي المنتج سامح بتدخلهم تمام ما فيش مشكله. انما لو المنتج، يعني انا اسفه ان انا اقول في ناس كتير دخلاء كده في صناعه السينما ما لهمش في الموضوع نهائي، فهو بيبقى فرحان بالافيش، بيروح يوريه للبطله، فهي بتقول له لا انا اتحط هنا حتى لو مش بطله، الدور الثاني او الثالث يعني، وانا اتحط هنا اعمل كذا، فبتبتدي بيخربوا لك الافيش بقى كله. انا بصير على رايي في الاخر. ورايك اللي بيمشي مش عاجب حضرتك ما تستلمش الافيش واوكي. طب بصراحه كده يا رباب، عمرك شفتي بوستر او افيش لفيلم عالمي او اجنبي، سواء معروف عندنا في مصر او مش معروف، ما حسيتيش كده ان انت
نفسي اعمل حاجه شبه ده، مش عايزه اقول لك تقتبسي بس تحبي مثلا لون تبقي مثلا تقولي نفسي اشتغل بتدريج الوان حاجه زي دي، انما اعمل شبه دي اقعد في البيت بقى انا ما تقدريش تعملي ده. لا. طب استاذ مرتضى، حضرتك تقول ايه لمصممي الافيش دلوقتي اللي بيقتبسوا اقتباس حتى ما فيهوش اي نوع من انواع الحرفيه، يعني بجهل شديد ونقل مسطره يعني؟ استسهال. صح؟ مش سرقه يعني. استسهال. حاجه مؤدبه. استسهال. مش عايز يتعب. او عنده افلاس فكر. ما هو اصل يعني انا الفيلم ده موضوعه كذا كذا كذا، اخده ازاي من فيلم تاني؟ يعني تبقى يعني مش هيبقى هو الفيلم ده. مش هيبقى هو. صح. هو بياخد بوزيشن، بطل عامل كده وش اسود ووش ابيض ومش عارف ايه، وياخدوه استوديو يصوروه بنفس البوزيشن بتاعه وبتاع مش عارف ايه، بس مش هو الفيلم، مش هو ده الفيلم. استاذه هاله، انا بيزعلني جدا ان عدد من النجوم الكبار يعني اللي فعلا حبيناهم، مش الكبار سنا ومقاما، لا اللي هم دلوقتي بقوا مسيطرين على الساحه السينمائيه، بقوا نجوم، اللي هم نجوم الشباب اللي بقى ليهم اسم وبيقولوا انا عايز المخرج الفلاني او المنتج الفلاني، يعني بيحطوا شروطهم من الاخر، بيملوا شروطهم. عدد منهم بيحقق افلامهم ملايين الملايين في شباك التذاكر، ولكن لو بصيتي النجم واحد مش عايزه اذكر اسمه، كل افلامه تقريبا الاربع افلام الاخيره او الخمس افلام الاخيره منقوله نقله مسطره، الفكره والبوستر الافيش ودرجه الالوان الخلفيه تقولي ايه عن الموضوع؟ بصي، هو انتوا كده بتتكلموا على حاجه في الوقت دوت، في الوقت الحالي مع بعض، انتوا مع بعضيكم، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على التاريخ. انا بقول لك كرايي، لا كرايي انا يعني انا من الناس دلوقتي القليل جدا عشان اخش فيلم مصري او اتفرج على فيلم مصري او حاجه تشدني الا اذا كنت اسمع عنه حاجه كويسه، لكن كافيش هو اللي يشدني دلوقتي للفيلم لا، من بعد وقت معين بقيت خلاص الافيشات انا بالنسبه لي لا يمكن اعرف الفيلم ده فيها ايه، فانا بتيجي معايا زي ما لا ده وصلت كمان ان انا الفيلم ممكن يكون كويس، اشوف الافيش مش عايز اخش، انا ممكن اروح دلوقتي. اما هو فانا لا لازم تبقي موجود، ردي. لا قولي لازم تردي. انا هقفل الشركه عندي. فهو هي دي المشكله بس، يعني فاهمه انك انت الافيش النهارده ما تقدريش تحددي اذا كان الموضوع دوت الفيلم دوت كويس او وحش. يعني انا ما بحكمش خالص على الافيش، احكم على سمع الفيلم من الناس. وبعدين بعد اذنك، لا اتفضل يا استاذ مرتضى. بعدين ايه كانوا زمان يعني مديحه كامل الله يرحمها وكل النجوم ونور الشريف وحفظ الالقاب بقى يعني طبعا. ونبيل عبيد وكل الناس دي كانوا يعني يطلبوني واقعد معاهم مع المنتج ياخدوا رايهم برضه. يعني هاتيلي ممثل نجم دلوقتي بيفكر انه يبص على الافيش. لا ده كانوا بيدخلوا في الاخراج. لا هم مش يبص او يقول رايه، هو بيتحكم في فكره انا الوحيد اللي ببقى موجود. ايوه. بس انت اشرتي حاجه كمان ان ممكن تكون مش نجمه او مثلا قايمه بدور ثانوي وبتتدخل، مساله المجاملات دي كارثه. دي بتطلع حاجات كتير غريبه مشوهه كده. يعني ديك البرابر ده كنت عامل انا فيشاوي وهو عامل كده ونبيله واقفه بنبله وبتاع، كنت انا وحسين كمال وفي عند نبيل عبيد بنقعد نفكر نعمل ايه، طب ايه رايك نخلي ده كده عشان الاسامي وعشان، لكن كافيش كتصميم هو نعم. ما اعرفش حتى الافيش ده مش عندي للاسف يعني. طيب في افلام كتيره جدا في السينما العالميه، وخلينا نكون اكثر تحديدا هوليوود، زي مثلا فالنتاينز داي، عدد من الافلام بتلاقيها زي شكل هارت كده او شكل معين في كل النجوم، لان اساسا الفيلم هو قصص بارلل، يا اما بتتوازى يا اما بتتداخل مع بعض. بصي ده هو الدراما بتاعته فرض عليه كده. انت ايه رايك في ما اعتقدش، ما عنديش مشكله فيهم، هم الدراما بتاعتهم فرضه ده، وخلينا صراحه ما اعتقدش ان بيطلعوا الحاجه حلوه. مش لما بتلاقي هنا في مصر العدد بتلاقي حاجات مشوهه. ليه عندنا انت مثلا ساعه ونص تعليقك على الفيلم ده، انت شايفه انه ما كانش ناجح؟ بصي يعني لا ناجح وكل حاجه وجميل، بس كحاجه فنيه الافيش كتير، العدد كان كبير. بصي مش هقدر اتكلم فيها لان بتيجي قدام المنتج بيقول لك مش عايزه اظلم ناس. في افلام كده دي مش مجاملات، يتقال لك انت ده فيلم فيه نجوم كتير، فبالنسبه له ما ينفعش تظلميهم. مين اللي عمل عمارة يعقوبيان؟ مين اللي عمل ايه كاخراج يعني؟
اصل مروان حامد مروان كان فنان الافيشات. احنا دلوقتي عندنا مشكله ان فعلا ما بنبقاش عارفين مين مصمم الافيش، نادرا يعني بيبقى مكتوب بيبقى موجود بس مش بتحفظي اسمه يعني زي لا زمان. اصل انا اما قعدوا يقولوا عماره يعقوبيان عماره يعقوبيان عماره يعقوبيان، وعمل له دعايه ضخمه جدا جدا جدا، كنت مستني البوستر بتاعه لقيته عادي. هو حتى كل النجوم بشكل تراتبي كده من الاصغر للاكبر. ده مش محتاج النجوم، ده محتاج عماره يعقوبيان بس. وهتبقى جاذبه يا استاذ مرتضى لو عمل كده. هتبقى جاذبه يعني كفيله ان العماره لوحدها كل ما تغطي هتبقى جاذبه. تخلي مساحه تفكير عند الناس عايزه تعرف ورا ده ايه. زي الاذاعه يعني ان هو بتعمل العقل وبتعمل الخيال. يعني عدي الامام لما بيبقى بظهره وفي طبعا انا عايزه اسال مدام هاله على حاجه. اتفضلي. هل على ايامكم مثلا الاستاذ جسور مثلا كان الافيش في شخص 2 او حاجه، ده ال1 فوليو ال 24 فوليو هل كان بيتعمل شكل تاني او يتحط فيه بقيه ابطال ناس تانيه، ولا ده المساحه كانت بتبقى مفتوحه فيه؟ لا ولا كانت هتبقى يعني هو نفس الواحد فوليو كان بيتقسم على بدل ما هو بيبقى بالطول كان بيبقى بالعرض ياخد المساحه بتاعت فبيبقى عندنا مساحه لو هم المنتج مثلا عايز يضيف حد تاني او عايز يحط صور تانيه بنحط. لو الفيلم اكشن كنا بنضيف تحت في الجنب مثلا نوع من انواع الاكشن عشان يبقى باين، لو في نوع من انواع المتفجرات كان نفس القصه. يعني الحاجات اللي هي بتدل بردك على روح الفيلم بس بالعربي. انا متهيألي ان احنا يعني اتكلمنا عن مساله الاقتباس في الافيش، حابين ان احنا نفتح ملف تاني من ملفات الافيش ونتكلم اكتر عن جزئيه اخرى. خلونا نروح لفاصل بعد اذنكم ونعود اللقاء بيكم مره تانيه وبجمهورنا. مشاهدينا فاصل قصير جدا ونعود اللقاء بحضراتكم مره تانيه. لسه مكملين مشوارنا مع الافيش والمرحله الجايه، او بعد الفاصل هنلتقي بفكره الرقابه. الى اي مدى ممكن للرقابه سواء رقابه مجتمعيه او رقابه حكوميه، رقابه من الدوله تتدخل في الافيش زي ما بتتدخل بشكل كبير في الاعمال السينمائيه. خليكم معانا وانتظرونا بعد الفاصل، هنلقاكم مستنيينكم في السينما المصريه والافيش. مشاهدينا مشاهدي قناتنا السينما في كل مكان، لسه مكملين مع حضراتكم مشوارنا في السينما المصريه وبنتكلم النهارده عن الافيش. نوهنا يمكن قبل الفاصل ان احنا هنتكلم عن الرقابه. قد ايه الرقابه بتبقى مقبوله في الفنون؟ يعني هل نطلق يد الرقباء في العمل الفني والسينمائي والابداعي، ولا لازم يبقى فيه محاذير وضوابط معينه؟ زي ما بنقول ان الرقابه ليها اليد الطوله في مساله يعني بتعرض عليها سيناريوهات بعض الافلام اللي ممكن نشيل منها كلمة، جملة، مشهد، جملة من المشاهد علشان بتخرج عن الإطار العام أو الذوق العام أو بتخدش الحياة أو غير مقبولة مجتمعيا. كمان بنتساءل هل ممكن يبقى في رقابة على الأفيش، وإلى أي مدى في رقابة على الأفيش؟ ولو سلمنا أن بالفعل في رقابة حكومية أو رقابة من قبل الدولة، طيب الرقابة المجتمعية في نماذج كتيرة جدا على مر تاريخ السينما المصرية كان في رقابة حقيقية من المجتمع على الأفيش، زي مثلا فيلم شهر عسل بدون ازعاج من اخراج احمد فؤاد، بطوله ناهد شريف وحسن يوسف. كانت ناهد شريف ظاهره في البوستر او في الافيش وهي يعني عاريه او ظهرها عاري، وبيهم حسن يوسف عشان يقبلها. البوستر ده او الافيش ده اتغطى كاملا بالطين، اتقطع، اتشوه في كل الاماكن اللي كان يعني معروض فيه او ظاهر فيه. كمان عندنا تجربه لبوستر تاني تم محاربته مجتمعيا، النوم في العسل، الفنان قدير عادل امام، الفنانه دلال عبد العزيز والفنانه شيرين سيف النصر، لما كلهم كانوا في البوستر نايمين ومتغطين بملايه ورجليهم باينه، برضو كان في عمليات عنف وكان في رفض وفي دعاوى قضائيه تم تحريكها علشان يعني يتغير البوستر ده، او رفضا لهذا البوستر او رفضا حتى للفيلم، لان هم مش عارفين السياق الفيلم ده بيتكلم عن ايه. الى اي مدى الرقابه ممكن يكون ليها دور فاعل وحقيقي خاصه في الافيش السينمائي؟ برحب بحضراتكم مره تانية، منورنا. استاذه هاله، خلينا نتكلم عن فكره ان في يبقى في عنف واضطرابات وناس بتشخبط وناس بتقطع البوستر وناس بتحرك دعاوى قضائيه علشان تحارب بوستر معين. إلى أي مدى مقبول؟ وهل ده ممكن يكون تعرض له الفنان القدير جسور في فترة من الفترات، ولا ما حصلتلوش ولا مرة؟
هرجع تاني هقول لك احنا كان لينا قواعد معينه في جسور في الشغل بتاعه. يعني احنا كنا بنعمل الفكره، بعد ما الفكره بيتوافق عليها وبنمر بكل الستيب بتاعت الممثلين والمنتجين والكلام ده كله، لازم قبل ما نبتدي نطبع كنا لازم ناخد موافقه المصنفات الفنيه. ما بنشتغلش الشغل اللي احنا ما كانش هو مصمم بس، كان هو مصمم وكان بيطبع شغله بعد كده. كان لازم ناخد الته الف والته ر اللي هو الترخيص الاعلاني والترخيص الرقابي الاثنين، لو واحد منهم ناقص كنا بنوقف الشغل، ما بنطبعش الشغل دوت الا لما يجي لنا الموافقه عليهم. فلا هو في رقابه على الافيشات من زمان، الى جانب ان هو اوريدي المصمم او اللي مسؤول عن البوستر هو بيبقى عنده حس، هو المجتمع اللي احنا عايشين فيه ايه اللي مباح وايه اللي مش مباح. يعني احنا في حاجات زي ما حضرتك بتقولي لا ما تغطتش الظهر بالكامل، يعني حتى لو كانت بس كات ولا حاجه كانت بتتغطى الجزئيه دي بالاسود، وكان في حاجات تانية كانوا بيسمحوا ان احنا نعرضها. فهي بتبقى عباره عن فكره او الافيش، روح المصمم نفسه هو بيتخيل الافيش ازاي. بعد كده الاجراءات القانونيه اللي هي المتعارف عليها هي دي اللي احنا كنا بنعملها. نعم. دايما الشباب كده بيبقى ليهم وجهه نظر ان انا مش عايز رقابه، ما تعملش رقابه على اعمالي او فني، دايما انا متمرد. هل الفكر اللي بيحكم دلوقتي مصممي الافيش وانت واحده منهم يا رباب، ان لا مش عايزه يبقى في رقابه سواء حكوميه او غير حكوميه بصورها المختلفه، ومن ضمنها طبعا الرقابه المجتمعيه ودي احنا مجبرين كلنا عليها، يعني البسي ده ما تلبسيش ده، البوستر ده مقبول البوستر ده مش مقبول، انت شايفه الرقابه ازاي؟ لا انا عارفه ده، لا اي رقابه حكوميه على ابداع لا طبعا لا، ما احبهاش. انما انت بتقدمي شغلك عادي في المصنفات زي ما مدام هاله قالت، ده اوكي تمام. اما بالنسبه للناس اللي في الشوارع بتحط طين وحاجات على الحاجه، ده بعض الناس ده تطرف فكري، ده مشكلته ده من زمان. طب والدعاوى القضائيه اللي بتحرك ضد فيلم معين، يعني انا يعني واحد قاعد في بيتهم مش عاجبه فيلم ولا مش عاجبه ممثل ولا مش عاجبه حاجه، يروح يرفع قضيه، هو حر. ممكن يكون بحث كمان عن الشهره من الشخص، ما هو ده جزء منه. طلع لي قضيه عندك تاني حاجه تانيه، ما فيش حاجه اهم. استاذ مرتضى، دايما التابوهات الثلاثه يعني الدين والجنس والسياسه، دايما المبدع بيحاول ان هو ينكش فيها، يعني يقرب من شويه قريب او من بعيد، يعني يخترق التابوهات دي. احيانا بنجد افيشات بتبقى جريئه جدا وبتبقى فيها جرأه شديده جدا، والناس بتظن ان الفيلم ده هيبقى كارثه. لما بيدخلوا دار العرض السينمائيه ويشوفوا الفيلم يلاقوا ان البوستر حاجه والفيلم حاجه تانية خالص. الى اي مدى ممكن ان احنا نخترق التابوهات دي في الافيش، وليه الناس بتلجأ الافيشات الجريئه جدا علشان يبقى في رواج لافلام؟ بس ايه نوع الجراءه يعني؟ انا مش عارف. ما هو بقول لحضرتك التابوهات، الجنس والدين والسياسه، المحرمات يعني. يعني مثلا جبت سيره النوم في العسل. النوم في العسل انا حاضر المشهد تصوير كمان. هم مشمرين يعني. مشمرين برجليهم يعني. وجبنا ملايه وعملنا كده. المشاهد تخيل انهم عريانين ما وراء الملايه. احنا شعب متخيل. انت لما تشوف احداث الفيلم، ده المفروض الفيلم هو اللي يتشال من الرقابه مش الافيش. يعني احداث الفيلم. طب والازمه دي اتحلت ازاي وقتها؟ لا ما عادي، ما فيش حاجه خالص. ما كانش فيه مشكله، ما اتسحبش يعني، ما حصلش حاجه عند الملايه. انا حاضر التصوير. فكرتي ان انا يبقى نوم في العسل والملايه ان الاخر واحد ماسك الملايه كده وهم مشمرين اصلا رجليهم. بس اللي ظاهر للمشاهد والمتلقي ان هم رجليهم عريانه. خلاص اصلا تخيلوا بقى معايا. كل واحد يتخيله بالظبط كده. طيب استاذه هاله، في ظاهره دلوقتي اللي هي فكره الافلام النظيفه، يعني في ناس بترفضها. يعني ايه فيلم نظيف؟ مش بقى بنقصد منها ان هو فيلم ما فيهوش قبله، ما فيهوش مشهد ما او عري او كده، لا، يعني فكره بيهدف لفكر معين، فيلم له فكره معينه بيحققها بغض النظر بقى نظيف او غير نظيف. هل دلوقتي انت شايفه او مع فكره ان الافيشات كمان تبقى افيشات نظيفه، بعيده عن الجرأه، بعيده عن مثلا الخروج في يعني الحاجات دي من المناطق المحرمه، البعد عنها، ولا ايه؟ طيب بما ان احنا بنتكلم عن المحرمه، انا مش شايفه دوت. يعني احنا مثلا على ايام والدي انت عندك بدل الافيش كذا افيش كان معدي الاستاذ مرتضى حتى بيتكلم فيه. يعني انا افتكر مثلا ان كان في فيلم زوجه محرمه، كانت الفنانه سهير رمزي متشاله من البيسين، وفاروق الفيشاوي كان شايلها من البيسين، والجزء اللي فوق بس
بس مش باين حاجه، ما ده افيش نظيف او غير نظيف يعني فاهمه. هو على المجتمع بردك ان هو يوعي فكره والحدث بتاعه. في عنتر شايل سيفه، كان عادل امام مرسوم بشكل كاريكاتير وماسك سيفه وهو عباره عن رجل واحده. ده ما هو ده يعني، ما هو ده بردك هنسميه نظيف ولا مش نظيف؟ ما هو ده بيدل على الموضوع اللي جوه الفيلم، روح الفيلم ايه، بس بشكل بردك غير جارح يعني فاهمه. يعني في النوم في العسل انا بردك مش شايفه، ما هو احنا بنتكلم على التخيل، طب ما هو التخيل ده كلنا بنتخيل يعني، فده كله هيبقى يعني كل لا واحد يحسب المبدع على تخيل الجمهور او المتلقي. مش هتيجي عند المبدع وتقولي له حجب تفكيرك وفكر بطريقه كذا عشان تطلع لي تفكيرك يعني، او تخيل في الجزئيه دي بس. طيب وبعدين احنا اتغيرنا احنا كشعب، يعني بقينا اكتر انفتاحا ولا بقينا بنقبل؟ لا امال ايه؟ مش انفتاحا. ما تعرفيش انفتاحا ولا غير انفتاح يعني. على اكثر عقد، اكثر عقد يعني اكثر عقد اللي وهو اصلا يعني احنا زمان كان الناس كلها قريبه، يعني حتى لو انا ليا فكر معادي او مغاير لفكر حضرتك بستوعبه، بيبقى في كوميونيكيشن، في تواصل. دلوقتي يا انفتحت قوي يا تقيدت وتحجبت، مش الحجاب كلبس الحجاب في الذهن او في العقل قوي، فمشكله كبيره. طب استاذه هاله، خلينا نتكلم عن حسابات المجتمع. دايما كده المبدع بيبقى عامل حساب، يقول لك الجمهور عايز ايه ولا محتاج ايه. دلوقتي احنا بنجد انه صناع السينما بيشوفوا المجتمع عايز ايه. يعني مثلا لو احنا المجتمع رافض لحاجه معينه، او احنا في عصر مثلا منغلق، او زي ما احنا كنا في وقت الاخوان منغلقين على ذواتنا او ما الى ذلك، او بيحجموا من مساحه الابداع، فلا انا بشتغل في الاطار ده. انت مع ولا ضد الفكره دي؟ لا هو انا مع سينما. احنا بنصنع سينما، في حاجات كثيره جدا في الوقت اللي احنا فيه دوت هم بيصنعوا ربح، ما بيفكروش في السينما هو ايه اللي يكسب منه. ده ما كانش موجود على ايام يعني هي صناعه ده ما كانش موجود. كان في قصه، كان في فيلم، رغم كل الكلام اللي هو ممكن يكون دلوقتي مرفوض وهم رافضينه، القبلات والقصير والكلام ده، طب ما ده كان موجود. كنا احنا كماتيليتي في الدماغ ما كانش فيه الكلام ده. فهو المجتمع ككل اتغير، واللي ماسكين الصناعه دلوقتي اتغير غير اللي كانوا ماسكينها قبل كده. يعني اللي ماسكينها كانوا على ايام والدي وعلى بعديه استاذ مرتضى واستاذ انور والناس ديت اختلفوا. الناس دي كانت بتصنع صناعه سينما. النهارده لا، بيتصنع اربح ازاي، اكسب ازاي بس، لكن مش مهم الفيلم هيقعد قد ايه. هتيجي فيلم من الفتره الاخرانيه في الالفينات مثلا فضل مستمر مع الجمهور. تعالي انت تتفرجي على اي فيلم قديم او اتكلمي على اي فيلم قديم، هتلاقي اغلبيه المجتمع بيتكلموا عليه وفاكرينه وحافظينه. هو ده الاختلاف. زي ما مدام هاله بتقول لك فكره المنتج بيفكر اربح ازاي. مصطلح السينما النظيفه ده طلع في مرحله مجموعه من المنتجين والمخرجين، مش كل الناس، البعض منهم لقوا ان السينما الاسره والعائلات هي اللي ماشيه، هي اللي بتجيب فلوس في الايرادات في دار العرض، فطلع مصطلح السينما النظيفه. يعني برضو مع الرايجه، يعني الرواج في الفكره ان المجتمع والاسره هو ده اللي كان ماشي في الوقت ده. يعني المشكله دلوقتي برضو ان عين المبدع على الجمهور، يعني هو عايز ايه ومحتاج ايه، دايما بنركز. بس المنتج دايما عايز يرجع فلوسه. تمام. طيب هل انت مع ان الافيش يبقى الاجرأ فهو الاكثر نجاحا؟ كلما كان هناك جرأة في التناول وفي العرض يبقى الافيش مقدر له نجاح. ممكن تعملي افيش جريء ويبقى فج ملوش علاقه بالموضوع اصلا. انت درامه الفيلم نفسه. طب ايه الحدود؟ يعني ايه حدودك انك تعرفي ده فج؟ هقول لك حاجه، انا يعني حصلت لي في رمضان كنت عامله اوت دور، مصممه حاجه افيش لسين من الناس يعني، ومتعلق في الشوارع. هي مش عامله حاجه، هي الفستان عادي وطلعت بيه في اغلفه مجلات، هو في كتف كده بس. اتفاجئت الصبح الحي شال الرساله من مكان من الاوت دور. فايه قال لك اقفلي الكتف. فانا كده بقى اشتغل مجلات بقى خليجيه اقفل الكتف ولا يعني وده مش رقابه يعني، فاهمه؟ مش رقابه، بس دي رقابه مجتمعيه. لا ده مش الحي. ما انا فاهمه. ده الحي، يعني انا دلوقتي موظف ولا حد قاعد على مكتبه ليه الحق يتدخل في ده؟ ايه اللي فيها؟ انا مش فاهمه. ما انا بقول لك دي بقى رقابه المجتمع. لا بس هو برضك لو اخذ ترخيص رقابي هو مش من حق الحي، مش من حقه هو يعمل كده. ازاي يعني هيعمل لي ده؟ نعم. طيب استاذ مرتضى، فكره نجاح او فشل الفيلم بناء على البوستر بتاعه. بناء على ايه؟ بناء على البوستر بتاعه او الافيش بتاعه. لو احنا عايزين كده اليات للافيش الناجح
ناخدها من اهل الخبره زي حضرتك او استاذه هاله، باعتبارها ان هي ابنه بمثل والدي يعني واحد من كبار ورواد تصميم الافيش. ايه الاليات لنجاح افيش معين؟ توصلي للبساطه اللي هي توصلك للشباك. البساطه بتاعت الافيش. يعني انا كنت عامل الافوكاتو، كانت رأفت تلميذي برضه، قاعد في بانيو وحاطط العجله وقلم ولابس بتاع طاقيه كده ده الافوكاتو بس، وكسر الدنيا. البساطه، بساطه الافيش، بس البساطه صعبه مش سهله على فكره. البساطه مش السطحيه، يعني الناس ما تظنش انها يعني تسطيح للفكره. كان في فيلم اجنبي اسمه اطول يوم في التاريخ. اطول يوم، حاجه مهجوره وحته وعليها خوذه. اطول يوم في التاريخ. فيلم بسيط. البساطه، ومش اي حد يعمل البساطه على فكره. يعني مش اي حد يعمل، لازم يكون مدروسه قوي البساطه دي. استاذه هاله، يعني انت شايفه ازاي الافيش، يعني الافيش الناجح بعيدا عن فكره الرقابه؟ يعني احنا مش هنستنى لما المصنفات الفنيه تعمل رقابه، مش هنستنى لما المجتمع يلفظ هذا الافيش او يقول لا مش عايزه، او الحي يرفعه، او اي حاجه تحصل، او يحذفوه بحاجه او يقطعوه. ازاي الفنان يحط في اعتباره ده من غير ما يقيد ابداعه؟ وقت جسور كان ايه ودلوقتي انت شايفاها ازاي؟ لا، هو وقت جسور كان لوحه، يعني بيرسم لوحه، يعني مش بيرسم اشخاص او عايز يظهر اشخاص، لا هي لوحه بس الناس اللي جواها هي الممثلين، هي الاشخاص، فده كان بيشد. فهو دايما لو الافيش ما شدكيش من اول مره علشان تعملي دماغك كده هو مش هيشدك ابدا. صح. يعني دي انا اتعلمتها من والدي، ان لو الافيش من اول لحظه ما اخدكيش هتبتدي تدققي في التفاصيل اللي فيه، انت لا يمكن هتبصي على الافيش. فدي بردك يعني نوع من انواع البساطه، بس بتوصل فكره. يعني بتوصل حاجه. تمام. طيب رباب، في فيلم طبعا وهنذكر اسمه لان كان دعاوى قضائيه ضده وكان فيه له قصه كبيره جدا، فيلم حلاوه روح. اوكي، الفيلم ده مش تبعي. لا مش تبعك انا، لا ما هي لا اي حد في الشركه عندنا عمل حاجه كده استحاله. ما تقلقيش. حلاوه روح والتشابه بينه وبين مالينا والبوستر والكروب بتاع هيفا وهبي اللي شبه مونيكا بيلوتشي وما الى ذلك. الفيلم ده اتسحب، او يعني مش عايزين نقول منع، لا اتسحب بقرار من رئيس الوزراء، بس ما كانش بسبب الافيش. مش بسبب الافيش طبعا. لكن ممكن نقول دلوقتي ايه اللي حصل ده؟ هو اصل مش رئيس الوزراء عنده مهام كتيرة جدا جدا، مش هيتوقف عند فيلم. أكيد ده كان وقتها، واحنا كنت التقيت بوزير الثقافة وقتها دكتور محمد صابر عرب، قال ان هو يعني قال الملاحظة دي بناء على ارسال ناس، رسائل كتيرة، والاهم من كده الحملات المنظمة اللي نظمت على وسائل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت وتويتر وانستجرام وما الى ذلك. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حملة لمقاطعة الفيلم، يروح ده مأثر على قرار القياده. انت شايفه الموضوع ده ازاي؟ لا هو اصلا انا بصي، اما الفيلم اتمنع، الفيلم اللي ده وجه نزل دلوقتي تاني، اتفرجي على الملايين الناس اللي هتدخل تشوف. حتى لو الفيلم ما كانش فيه اي حاجه، مرغوب. ده دعايه، ده طبيعي. انت عملتي دعايه للفيلم اكتر. يعني فاهمه؟ فانا مش مع منع اي فيلم نهائي. انت شفت الفيلم؟ ما كنتش دخلته، بس عارفه ان اتقال ان في مشاهد. لا ما شفتوش. وعارفه ومش انا شفته. انا شفت الفيلم. طيب انا هقول لكم على قصه لطيفه قوي في حلاوه انا شفته اليوم اللي نزل فيه، لازم ادخل اشوف. لا انا ما كنتش في مصر، لان البوستر كان شبه أيوة خالص. مش بس انا ما كنتش في مصر، كنت في احدى الدول القريبه مننا. انا كمصريه انا اتضايقت. طبعا في حاجات، لا انا اتضايقت لان اولا مش ده احنا. ما هو الفيلم هو بيعبر عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه، حتى لو كان جزء من المجتمع. انا كمصريه لا مرضاش ان حتى لو الجزء ده موجود عندي انا في مجتمعي هنا اللي انا اظهره بالمنظر ده. فانا فعلا بقيت عامله كده في السينما، وخايفه اتكلم اللغه بتاعتي فيعرفوا اني مصريه.
لا انا زعلت، ما انا بقول لك في الفيلم دوت لا بصرف النظر هو لا كان ما كانش المفروض اللي بره بيشوف ده فبيفتكر ان مصر كلها كده اهو. فانا كمصريه انا اتضايقت بس يعني وكنت سعيده لما اتشال بصراحه. عكس السينما مش عشان الرقابه ولا لا مش عشان اللي هم بيقولوه ان في طفل، الكلام دوت مش مظبوط خالص، ده مش مظبوط. انا واحده من الناس شوفي بقول لك انا معترضه على الفيلم بس الكلام دوت مش مظبوط، بس اتضايقت من الموضوع ده. فلا يعني هم فعلا زودوا وحطوا احداث مش موجوده وادوا ابعاد مش حقيقيه وان ده نوع من انواع الاستغلال للاطفال في الافلام السينمائيه، كل ده مش موجود. بس هو فعلا ليكي حق انك تتضايقي لان هو كان فج وكان بيسلط الاضواء على حاجات ممكن تكون حقيقيه ولكن مش بهذه الدرجه دي. وعلى فكره احنا بالعكس احنا الاحياء الشعبيه عندنا معروف عنهم الجدعنه والبنات رجوله يعني مش كل دي بتبقى حالات مش حالات استثنائيه بالظبط. طيب اسمحوا لنا بقى نوصل معاكم الفاصل بتاعنا، الفاصل الاخير في الحلقه وبعدين هنكمل المشوار. مشاهدينا فاصل قصير جدا ونعود اللقاء بكم مره ثانيه في السينما المصريه، واحنا راجعين اكيد هنتكلم عن التكنولوجيا. يا ترى التكنولوجيا عملت ايه في الافيش؟ ضافت له ولا قللت منه؟ ايه اللي ممكن ناخده وايه اللي ممكن ما ناخدوش؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل، انتظرونا. مشاهدينا مش هينفع ابدا ان احنا نقول لا احنا عقلنا هيبقى جامد عند فتره بعينها، مش هينفع ان احنا نكمل المسيره. لا لازم لو بدانا حاجه بحاجات بسيطه جدا، احبار والوان واوراق، لازم نكمل نشوف التقدم التكنولوجي قدم لنا ايه، لكن ايه المسموح وايه الممنوع، ايه اللي ممكن ناخده وايه اللي ما ناخدوش. كمان هنجد ان في الافيشات السينمائيه زي ما استفادت قوي بالتقدم التكنولوجي وطرأ عليها يعني برامج الكترونيه وبرامج حديثة جدا جدا لإعلاء شأن الأفيش وخلاه أسرع والجهد أقل، ولكن في نفس الوقت هنجد كمان أساليب العرض اتغيرت. يعني الأفيشات هنلاقي أفيشات بتتحرك وبتتغير وبتتلون، يعني تقدم تكنولوجي كبير جدا في الأفيشات. هل ده ظلم الأفيش ولا كان لمصلحة الأفيش؟ برحب بيكم منورنا أستاذ مرتضى، بحكم أن حضرتك من الرواد اللي بدأوا مع الأفيش من البدايات ولكنه آثر أنه يكمل المشوار مع التقدم التكنولوجي. ما قلتش لا أنا مش هكمل، لا هستفيد من التكنولوجيا ولكن بفنيتي وبإبداعي الشخصي. أنت شايف إزاي التقدم التكنولوجي وإيه اللي قدمه للأفيش وإيه اللي خده منه؟ التكنولوجيا اللي دخلت هي أسرع بس زي الست اللي نفسها مش حلو في الطبيخ. القديم واحده بقى اكل مسبك متودكه مسبك شغل تمام وبتاع، لكن العالم كله استخدم التكنولوجيا. ما بعيبش خالص في عشان انا راجل قديم وعملت الشغل القديم، مش بقول التكنولوجيا غلط لا، بس لازم اللي بيشتغل بالتكنولوجيا يكون حرفي ويحط فكر يعني هو اللي يطوعها مش هو اللي يبقى أداة هو اللي يطوعها مش الكمبيوتر اللي يطوعها. تمام. أستاذة هالة، يعني أنت في البداية عرفتينا البوستر والأفيش وما إلى ذلك والأحجام والمواقع، عايزين برضو نتكلم على الجانب التقني، التطور التدريجي. يعني ازاي الافيش اتطور؟ كان الاول جمله من الاوراق والاحبار والالوان، دلوقتي بقى بيتحرك وفي اضاءات معينه، في 3D، في 4D كمان، في حاجات كتيره قوي. عايزين نعرف التطور ده ايه. هو بصي التطور ابتدى اصلا من الثمانينات، يعني من اواخر السبعينات والثمانينات كانت هو الافيشات في لغايه الوقت دوت كانوا عباره عن هاند ميد، واحنا البلد الوحيده على فكره اللي عندها الهاند ميد عندها ضعيف يعني مش قوي، فاهمه؟ فابتدت تخش موضوع حاجه اسمها عندنا في الطباعه فصل الالوان. فوالدي دمج ما بين الاثنين، ودي كانت اول حاجه تحصل ان يبقى في رسم ايد في داخله صور فوتوغرافي. بس كانت التكنولوجيا دي لسه ما وصلتش عندنا في مصر، وكانت بتطبع في بلد قريبه من عندنا. فكان بيعمل تصميم الافيش وبيطبعها بره ويرجعها تاني على مصر، لغايه لما ابتدى. فاي حاجه بما فيها صناعه الافيش لازم يبقى فيها تطور. طول ما المجتمع بيتطور لازم الناس بتتطور معاه، مع نفس بقى يعني ساعه لما بابا كان شغال لا تطور، كان بيسافر على طول بيشوف ايه اللي بيحصل في الافيشات، ايه اللي بيجد جديد، كان بياخد منهم افكار. ده اللي بقوله لك، الافكار مش ان هو يقتبس ياخد الفيلم يعمله كوبي، بس كان بياخد افكار ايه الجديد،
الالوان، يعني انا فاكره ان انا كنت معاه في كان كمان بينك بانثر، المحقق الوردي، النوع النمر الوردي. الالوان دي ما كانتش موجوده في افيش، ما كانش ينفع تتعمل في افيش. فابتدت تخش، عمل ساعتها ذات الرداء الابيض، كانت حاجه فيري لايت، كانت نجلاء فتحي وكان حسين فهمي بفستان ابيض وهو شايلها، وكانت الخلفيه وراها كلها عباره عن قلوب كده، هو اللون الوردي اللي اخده اللي اقتبسه من الافيش ده. فاي حاجه لا طبعا لازم يتطور. انا مع التطور حتى لصناعه الافيش، صح. بس مش التطور اللي احنا فيه حاليا. مش قص ولزق. ايه مآخذك على التطور دلوقتي؟ يعني انت معترضه على ايه تحديدا؟ الروح. في الروح ما بقاش فيه روح بالظبط. يعني انا محتاجه وماله نتطور وكل حاجه، بس روح. في لقطه من اللي هم بيشتغلوا زي رباب مثلا بيشتغل دي، في لقطه ممكن تديكي احساس عالي جدا، وفي كذا لقطه ما تديكيش اي حاجه. فانا بس مع الروح، يعني انا لا مع التطور، بس يبقى فيه روح حتى لو كل حاجه بالتكنولوجيا. يعني ما ينفعش ما ناخدش التكنولوجيا. طب هم زمان حاجه ليها روح اكتر، لان بصي هو بيرسم وبيطلع كل اللي جواه، فانت بتحسي ان انت شايفه الصوره كانها حاجه حقيقيه، لحم ودم قدامك. اللي بيفصلك دلوقتي حتى لما بشوف مع الشباب، انا اي افيش لما ببص معاهم في حاجه، لو حسيت اول ما ببص من التكنولوجيا واللعب فوتوشوب حسيت ان ده الوش بلاستيك، خلاص فصلت، فيك، خلصت، مزيف. هم اكتر حاجه يعني ما بحبش اللعب في الوش، لعبت فيه خلاص. يعني والالوان اكتر حاجه بحبها فيه. طيب رباب، بداياتك في عالم الافيش السينمائي، انت لما بداتي ادواتك او التولز بتاعتك، الياتك يعني اختلفت اول ما بداتي في 2008 لغايه دلوقتي؟ اكيد في كل حاجه بتتعلمي تطوري. ايه اللي اختلف؟ لا بصي، اهم حاجه عندك، بصي اول ما اشتغلت مش ادواتي، كنت دايما بسمع كلام المنتج والمخرج اللي هم بيقولوهولك في الاول. بس دلوقتي مع الخبره ابتديت اتعامل ان يا جماعه ممكن انا اقول لك ان ده لا، انت بتقولي لي ده غلط. يعني انت مش منفذه بس، انت صاحبه فكره بتحاربي، مش انت بس بتفكري، انت وناس تانية وشباب معاكي هم بيفكروا وتقعدي معاهم. بس ممكن اللي هو بيقوله لك هو مش شايف ان ده هيضره. الجنب ده انت ما بتقفيش عند ده، بفضل ادور في الافيشات. انا حتى الان انا بجمع كل الافيشات القديمه بتاعتهم، اي حاجه ليها روح، حاجات قديمه ابيض واسود انا بجمعها. هم في الاساس هم الاصل يعني. بس هو دايما حتى بيقول لك اللي ملوش تاريخ ملوش مستقبل. صح طبعا يعني طبعا. بس لازم تتطوري مع الموجود، ما ينفعش تفضلي يعني حتى مش زي ما ابتديت مثلا في 2008، مش زي ما ابتديت وقتها، مش زي دلوقتي. لازم بتتعلمي وتشوفي. انت ما عندكيش يعني في حاجات مثلا ملهاش مرجعيه، لا انت عندك مرجعيه، ترجعي للناس دول تاريخهم وحاجتهم وتقعدي تبصي فيها وتتعلمي منهم. استاذ مرتضى، حضرتك عايز تعلق على كلام رباب؟ لا انا بقول اصل مش الافيش لوحده. الفن عموما في انحدار. والله كل حاجه فن يعني عموما. لغايه دلوقتي بنسمع ام كلثوم، لغايه دلوقتي بنسمع عبد الحليم، لغايه دلوقتي بنسمع هاني شاكر، يعني هو مش يعني اخر الناس المحترمين يعني. اللي طالع دلوقتي انا يعني ما بقولش هو والله ما فاكر منهم اي حاجه. مش عشان انا يقول لك اصل ده كبر فيعني لا. ما بنسمع الناس اللي يعني في اغاني بتاعت شباب بتاع الموسيقى العربيه اهي طبعا اغاني محترمه بنسمعها، لكن هي انحدار في حاجات كتير قوي قوي، ومن ضمنها السينما ومن ضمنها الافيش، كل حاجه المجتمع بصفه عامه. فين نجيب محفوظ؟ فين توفيق الحكيم؟ فين الناس دي؟ فين؟ مش بقول يعني فين هم يجوا الناس روحهم، اللي نستحضر روحهم، تطلع فين الناس دي تطلع زيهم. نعم. ومش بني ادمين دول وطلعوا. استاذه هاله، فكره الافيش زمان دايما كانوا بيحطوا البوستر او الافيش قدام دار العرض السينمائيه اللي بتعرض الفيلم ده بالحجم الكبير، وكانت دايما في مواجهه دار العرض كنوع من انواع يعني اللي معدي كده رايح كده بالصدفه يشوف البوستر فيدخل الفيلم او يشوف الافيش. دلوقتي عندنا اندورز اوت دورز، عندنا على وسائل المواصلات المختلفه، عندنا بروموهات تلفزيونيه بنسميها التريلرز. دلوقتي في وسائل كتيره جدا، ده غير البوسترز اللي بتبقى موجوده في دور العرض السينمائيه بابعاد متنوعه، بتنور، بتضلم، بتتحرك. انت شايفه الوسائل دي كلها او التولز دي كلها في خدمه الافيش، وايه اللي انت شايفه انه محتاجين لا
يعني التكنولوجيا تدخل بشكل افضل من كده، او تقول لها ستوب لا اقفي؟ لا انا هقول لك ان هو من زمان ما كانش الافيش اللي كان هو ال 24 فوليو هو اللي كان بيتحط على السينما. الافيش الواحد فوليو كان بيتحط في مداخل السينما، بس كان بيتحط في كذا حته، مش بس في السينما اللي معدي بس لا يشوفه او ما يشوفوش، لا الكلام دوت مش مظبوط. الى جانب ان كان في بعدينا احنا كورق كشغلنا احنا متخصص بالورق، كان في ناس ثانيه اللي هي الخشب اللي هي زي دلوقتي الاماكن بتاعه الاوت دور والان دور، ما هي ده بقى التطوير. دي كلها كانت اماكن لوح خشب كانت بتترسم، كنا احنا بنسميها في الصناعه بتاعتنا طبالي، كانت بتترسم. فكنت بتلاقي الفيلم السينمائي او الافيش بتاع الفيلم السينمائي لا في جمهوريه مصر العربيه كلها. فاهماني؟ مش متخصص بس في طب مكان الطبالي دي الفنان مصمم الافيش هو اللي بيقوم بيها برضه ولا؟ لا هي دي بتبقى ناس تانية يعني شغلها غير شغلنا، بس بياخدوا الماكيت الاساسي اللي هو بتاع استاذ مرتضى، بتاع استاذ جسور، بتاع ده هو ده نفس الماكيت اللي معمول 24 بيتكبر. كان بيبقى الطبع بيطبع ويتحط عليها لازم يبقى ديزاين واحد. لا هو مش بيتطبع، هو رسم بالزيت. بس هي دي بقى كانت الاختلاف ان اوريدي احنا كنا بنشتغل بحاجه اسمها زنكات. الرسم اللي بالزيت منها مقاسات كبيره، فكانت كل لوحه ما بتطلعش شبه الثانيه. وما تعرفيش بردك ما بيطلعوش الوشوش مظبوطه بالظبط كده اهو. فده التطور بتاع البانر والاوت دور. يعني انا لا احسن لي دوت كان من الطبالي، لان ما كانش بيطلع الممثل، ما كانش بيبان، ما كانش بيبان. لا وكمان بيبوظوا شغل مصمم الافيش اوريدي، يعني هيقول لك بصي ده هو عامل مقاييس الوش مش مظبوطه. فوليو بس هو اللي كان بيبقى ثابت الوشوش. هو لغايه النهارده ال1 فوليو وال24 فوليو. الحاجات الثانيه الطبالي هي اللي مختلفه، اللي هي بتتحط مكان الاوت دور، اللي هي دلوقتي حتى الحي ما كنا بنتكلم والحاجات دي لغى الخشب ده وبقت كلها دلوقتي الاوت دور. ده التطور بردك بتاع صناعه الافيش. طيب ربابه، عايزين نتكلم شويه عن سر الطبخه او سر الصنعه. يعني احنا عاملين نبحر دلوقتي مع استاذ مرتضى واستاذه هاله في التدرج وازاي زمان كان الوضع. ايه البرامج الحديثه اللي انت بتستخدميها في الافيش؟ هل في تكنيك معين؟ انا يعني سيبك من كل البرامج، اهم حاجه في الافيش كله من اوله لاخره هي الفكره. بالظبط. ما عندكيش فكره، حطي برامج الدنيا واعملي تلوث بصري بالوان زي ما انت عايزه. مش البرامج، اهم حاجه الفكره. يعني بس ما فيش برنامج محدد بتستخدميه او جمله من البرامج دايما بتشوفي الاحدث والليتست او كده؟ مش حكايه، بصي مش حكايه البرنامج، المشكله مش في البرنامج نفسه. نزلي برامج الدنيا كلها في الدماغ فكري بس هو العقل. تمام. طيب زمان كان في اهتمام كبير بالافيش السينمائي، بيعملوا له مسابقات، بيعملوا له جوائز في مهرجانات. هي جمعيه الفيلم اللي جمعيه الفيلم وجمعيه الفيلم وكمان جمعيه الابتكار الاعلامي، الاثنين دول كانوا دايما مهتمين بالافيش. حوالي 7 ما شاء الله. غير التكريم. حضرتك تفتكر عن افلام ايه؟ افيش افلام الباشا والساده الرجال واثار البنات اصل انا خلاص بقى عشان لما خدت، لكن عندي الجوائز وعندي كل حاجه. هفكركم بقى حاجات بقى قبل الكلام ده كله بقى. كنت صغير شفته عربيه كارو عاملين افيشين كده، واحد فوليو وواحد كده حاطين عليه ومزيكه حسب الله قاعده ماشيه جنب ده مقصود؟ ده مقصود؟ ده نوع من انواع الدعايه؟ ده كان مقصود بالظبط. ده دعايه يعني؟ دعايه يعني دعايه مقصوده، مش ناس كده منهم لنفسها. السينما الدرجه الثالثه بتعمل ايه؟ حط عربيه كارو وواحد سايقها او اي حد يعني، وحاطين عاملين كده يعني كده افيش هنا وافيش هنا، واذا كانوا 3 افلام هتلاقي افيش هنا وافيش هنا وافيش هنا زي الجمهور يعني هو في 3 افلام مره واحده 3 افلام في فيلم في وقت واحد وحسب الله جنبهم قاعدين بيعملوا الدعايه بتاعت الفيلم. احلى دعايه دي شوف كان زمان. عايزه اقول لك ده تطور موجود دلوقتي، بس بتتحط على الاتوبيسات وعلى التاكسيات موجوده. انا شفته ما كبرنيش قوي. انا ما اتكلمتش حضرتك، انا ما حكيتش عن نفسي. طبعا لان انا اصلا مولود في حي شعبي. انا مشيت وانا عندي 13 سنه، رحت الظاهر والسكاكين، لكن انا مولود في ميدان باب الشعريه. كان معانا بقى ماهر عطار ومها صبري والناس دي كانوا جنبنا بس كان حي شعبي فيه فن كتير قوي يعني. كان صلاح الدين المخرج كان من هناك. ده كان من اهم الاحياء في مصر اصلا. فشفت الحاجات دي بقى، كانوا يمشوا في السينما
عربيه ويضربوا في الرجاء، وان عيال تجري وراها تشوف بقى السينما دي ايه عشان يروحوها. ايوه طبعا. وكانت اعلان، نوع من انواع الاعلان. بدل الاوت دورز بقى. بدل الاوت بدل كده البوسترات الثانيه. بدل البوسترات الثانيه مالهاش لازمه. طب استاذه هاله، تعليقك على ان دلوقتي ممكن يكون واحد عنده 18 سنه مثلا او اخره 22 سنه وشغال بانظمه كتيره من الجرافيكس وبياخد صور هنا وبيعمل هنا وبيشتغل افيش، انت قابله ده ولا ليكي اعتراض؟ لا طبعا قابلاه جدا، لان انا والدي اشتغل وهو اوريدي لسه طالب في كانت مدرسه الفنون الجميله، ما كانتش كليه فنون جميله، كانت اسمها مدرسه الفنون الجميله، فاشتغل وهو فيها. بل بالعكس موهبه ملهاش دعوه بالسن خالص. يعني ممكن زي ما انت بتقولي حد صغير يطلع افكار مثلا، حتى لو كان والدي موجود ممكن يطلع فكره احسن من بابا، دي انا ما ازعلش منها. الحاجه الحلوه مفيش اختلاف عليه، بيتقال عليها حلو بالظبط. فلا صغير كبير ملهاش دعوه بالسن. في حاجه كمان اقول لك عليها، كنت انا حتى سالت مدام هاله عليها. في حاجه في السينما كانت بتحط اسمها الكرتونه. دي انتشرت دلوقتي مش موجوده خالص. انا لحقتها في اخر في فيلم حين ميسره شفتها، وبعد كده في اول فيلم في باشمهندس حسن انا عملتها، بعد كده ما اتطلبتش تاني خلاص. كانت بتبقى جزء من الافيش كده وصوره من الفيلم واخد ختم رقاب. بردك ده عشان تطور السينما. السينمات دلوقتي يعني زمان كانت السينما كانت قاعه واحده، فكانوا بيعرضوا لقطات من الفيلم عباره عن كرتونه، ما كانش عندنا تلفزيون، ما كانش عندنا الكلام دوت. كان السيناريو عشان بالظبط كمان السيناريو كان بيعرض؟ لا كلمه سيناريو لقطات من الفيلم. طبعا كده تطبيقه. كان في بريسبوك كده ورق حاجه خاصه بالصحافه فيها صور وفيها ماده الفيلم وفيها. طب ما الحاجات دي احنا خسرناها يعني. انا عندي حلوه منها شايلها دواليب. هترجعي تاني للمكسب المادي. ان السينمات بالظبط. السينمات زمان كانت هي دار عرض واحده، فبتخش اللي عايز يخش عايز ياخد الافيش شدني، بس عايز اعرف ايه المضمون اللي جوه. فلما بخش بلاقي الكرتونه اللي رباب بتتكلم عليها فيها صور من الفيلم، فبتشجع زياده فبخش الفيلم. دلوقتي ما بقتش موجوده. ليه؟ لانك انت عندك دور العرض الواحده فيها كذا 6-7 قاعات اقل واحده، فمش هيحط مش هيقدر يعني. بالظبط. بس على فكره دلوقتي في حاجه تانية على ذكر الكرتونه، ان بيحطوا مجسمات. يعني مثلا في حلاوه روح كانوا حاطين مجسم لهيفا وهبي كامل، الناس بتتصور جنبه زي الملاك دور العرض. يحطوا في المولات الكبيره اللي فيها مثلا المراكز التجاريه جواها، ده يعمل كده. انما والناس بتتصور وتحط راسها جوه وتعمل حاجات. كان في واجهات للسينما من اول لاخر. دلوقتي بيحطوا كده بند، ده في واجهات كانت بتتعمل. طيب احنا كده بشكل سريع استاذ مرتضى، يعني ابرز الافيشات بعيدا عن افيشات حضرتك اللي لفتت انتباهك واللي بتتذكرها مهما مر الوقت ومهما مرت صناعه السينما بتقول لا الافيش ده كان عبقري، تفتكر ايه؟ فيلم الغريب اللي عامله الاستاذ عبد العزيز. الغريب ايه مدى روعته؟ بتكمن في ايه؟ كان بسيط قوي قوي، اللي هو يحيى شايل ماجده، كان ابيض واسود كده. ده يعني نفسي الاقي الاصل بتاعه. ولو لقيته يا استاذ عبقري عبقري. مش هيتكرر لانه سايب حاجات من الوش وشايل ماجده وفيلم الغريب. طب ومن شغل حضرتك، من افيشات حضرتك تذكر لنا ايه؟ هو ما فيش غير الساده الرجال اللي بعتز بيه. هو ده بس؟ لا يعني ده تعتز بيه اكتر. ليه معزه عندي؟ لان خدت اول جايزه فيه. ويا مهلبيه بتاع ليلى علوي برضه. انا راسم يا دوبك حته المراخير والشفاف والعينين بس، وهي واقفه بقى بسجاره على عمود كده زي حاجات كده. فدي حاجات من تعتز بيها. استاذه هاله، من اعمال القدير جسور تفتكري له ايه افيشات يعني علقه في ذهنك برضو كل شويه تبصي، يعني يغلبك الشوق ان انت تروحي تبصي بسطه على الافيش او البوستر؟ لا بالنسبه لهاله مش لجسور. يعني هو جسور زي ما استاذ مرتضى اخذ حاجات في الافلام بتاعته، هو جسور اخذ في ال 40 سنه اللي هو ما كانوش عارفين يحددوا اني ايه احسن من ايه. فهماني في الوقت ده، فهو اخذ الاوسكار والجائزه الرياده عن ال 40 سنه. انا بالنسبه لي يعني من ساعه لما ابتديت اخش في العالم ده ويعجبني العالم ده يعني ابتديت بقى اتعمق فيه. انا حضرت فيلم المساطيل وهو بيتعمل. انا ده ما انساهوش، بتاع ليلى علوي. ما انساش الافيش وهو معمول. في فيلم تاني بتاع عمر الشريف، المواطن المصري،
بردك من الافيشات اللي كنت حاضراها وهي بتتعمل. فكان استاذ حسين القله بردك كان من الناس اللي بيهتموا، هو استاذ محمد خان، يعني الناس اللي بتخاف على شغلها وبتحب شغلها. دي من الافيشات اللي انا حبيتها، لان انا يعني كنت متواجده وهي بتتعمل. لكن ايه عن والدي لا، يعني في حاجات كتير، بس دي اللي انا حضرتها وحضرت وهي بتتعمل ازاي، فده اللي لفت نظري اكتر حاجات تعلقتي بيها عاطفيا يعني، كمان غير ان انت شفتي مراحل الانتاج والتصنيع للافيش وابداعه. عجبني الرسم الابيض اللي هو السكتش، القلم الرصاص اللي هو قاعد يطلع لي الفكره كده وهو قاعد. وفجاه دخلت عليه في الاتيليه، لقيت الحاجه الرسم الكروكي الصغير دوت اتعمل بوستر، وابتدت الالوان تتعمل وابتدى يطلع افيش سنه بسنه. فده انا عجبني قوي. طيب رباب، ايه الافيش اللي فعلا في دماغك على طول حابه ان انت في يوم من الايام تحبي يبقى ليكي افيش بالشكل ده حتى مع اختلاف التكنولوجيا يعني؟ لا بصي، هو انا عندي ذكرى كده وانا صغيره، انا في افلام الثمانينات هي كنت دايما افيشاتهم محفوره في دماغي على طول كل ما بشوفها. كنت بحب جدا لعب مع كبار، وبحب كان في فيلم اسمه العفاريت بتاع عمرو دياب، اني كنت دايما رايحه جايه بعدي عليه وكل يوم اقف ابص على الصوره والالوان. ده كان اول فيلم اتعمل لعمرو دياب. وكنت كحابه مديحه كامل احنا اللي عملناه بابا. كنت بشوف الام ده بس كنت لسه عيله، دول حباهم جدا. في الحاجات اللي انا عملتها في شغلي، اكتر فيلم بحبه كان كف القمر. قبليه انا كنت بشتغل حاجات البي ار، المستشار الاعلامي، في فيلم حين ميسره مع استاذ خالد يوسف. في الوقت ده قبل ما اشتغل افيشات وادخل المجال ده كنت اتعلمت حاجتين. كان في افيشين معمولين، يعني اتعلمت ان في افيش فني وفي افيش تجاري. الافيش التجاري كانت شركه عاملاه، الافيش الفني كان دكتور ناجي شاكر هو اللي عامله. انا كنت بحب، وكنت لسه يعني اللي هو الف ب بتعلم وما اعرفش ده ايه وده ايه، ولا عارفه مثلا، ما كنتش مدركه جدا ان ده استاذ كبير وبتاع. انا عيني راحت للافيش اللي هو الفني، فكنت بحب الافيش بتاع دكتور ناجي شاكر. اما جيت في كف القمر، ده اكتر افيش تعبنا فيه، عندنا 5 ايام في التصوير بنصور فيه، لكن في اطفال صغيرين وبنصورهم وهم مبلولين ميه وحاجات فيغرقوا والدنيا برد وتحط فوت، يعني كان عندي ذكريات جامده فيه بحبه. واتعمل افيش تاني تجاري اللي كانت بتنزل الاعلانات بتاعته في الجرايد. فده اكتر فيلم انا بحب الافيشات بتاعته. نعم. ما عجبهاش ولا افيش ليا. لا ازاي؟ لازم ما قالت لك مع الكبار. قالت مع الكبار الاول. طب انا اقول لك انا بهرج معاك. انا قلت ان انا حباهم وقلت لها حتى كنت لا قالت لها مع الكبار الاول والعفاريت. بهرج معاك. لا يعني عجبوها الاثنين، بتاع حضرتك وبتاع استاذ جسور. الحقيقه والله ما اعرف ان بقول ان انا حباهم خلاص. على فكره انا كنت سعيده جدا جدا بوجودكم معايا النهارده. اعتقد ان احنا حاولنا من خلال الحلقه دي ان احنا يعني ننهل من فضلكم، من ابداعكم، يعني ابداع قديم وابداع بيتجدد وابداع مستمر متواصل في استاذ هاله. نفسي يطلع شباب لان السينما دي تعتبر بيتي القديم يعني، وافرح بيهم يعني. استاذ مرتضى انيس نورتنا النهارده، وان شاء الله فيضك وابداعك لسه مستمر. استاذ هاله جسور نورتينا، وميرسي جدا على جمله المعلومات الدقيقه في مساله الافيش والتفاصيل. ميرسي جدا. رباب ابراهيم نورتينا، وان شاء الله تكملي مشوارك وتبدعي اكتر واكتر. مشاهدينا ومشاهدي قناه نايل سينما في كل مكان، شرفنا وسعدنا بلقائنا بحضراتكم في هذه الحلقه من برنامجكم السينما مصرية. كنا معاكم في رحلة مع الافيشات، شفنا تطور الافيشات، اتكلمنا عن الرقابة في الافيشات، اتكلمنا عن فكرة الاقتباس عما هو غير مصري الاجنبي، واتكلمنا كمان عن التقدم التكنولوجي في عالم الافيش. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وانتظرونا وانتظروا كل فريق العمل في السينما مصرية واللي هتفضل على طول مصرية. تحية.